بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم في لقاء جديد على قناتي المتواضعة موسوعة الدكتور يوسف الأنصاري للإعلام والتوثيق. والحقيقة أنني أسعد وأتشرف بأن تشتركوا فيها، وأتمنى أن أقدم لكم من خلالها الكثير من الفقرات المتنوعة، أيا كانت هذه الفقرات في مجال التاريخ أو في مجال المشاكل المجتمعية أو في قسم تكريم أميرات الصعيد أو في قسم الذكريات أو في قسم الحوار حينما تطرح قضية تحتاج إلى الحوار. أتكلم الآن عن أقسام القناة، فهي عبارة عن أقسام. الأقسام في اليوتيوب تسمى قوائم التشغيل، فأتشرف أن حضراتكم تشتركوا في هذه القناة. وأنت الآن في قسم الصوت والصورة، وهو قسم مخصصه حينما أريد أن أفضفض مع حضراتكم للتعلم من آرائكم في قضية معينة. فصلوا بنا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش الاشتراك بالقناة. بعتذر يعني أنا بذكركم كثير، لأن ده هيخليني أستمر وأنظم ما أقدم لكم. فأنتم الآن أو أنت الآن، وأتمنى أنك تسمعني بتركيز، هي دقائق صوتية يعني لا هتاخد من الباقة ولا هتاخد من وقت حضرتك، بس عشان يعني الرسالة توصل كاملة لحضرتك. لأن الهدف من وسائل التواصل الاجتماعي المفروض تواصل وإصلاح وود، وليس قطيعة. حينما تكون الدوافع كاذبة يظهر على صاحبها، وحينما تكون النصيحة ليس هدفها الإصلاح يظهر أيضا على صاحبها. إزاي؟ زي ما حصل مع الدكتورة اللي حضراتكم شايفينها في الصورة دي، وأنا ماسك الموبايل بتاعي كده هو بقلب بضيع الوقت. ربنا يعني إيه يكرمنا وإياكم ويكون وقتنا في حاجة غير ده، بس والله بيفيد يعني الفيسبوك واليوتيوب. لا، اللي عايز يستفيد منه صح هيستفيد. المهم لقيتها بتبث فيديو أو فيديو مسجل ومكتوب كتابة: نصيحة لأصحاب الصيدليات إنهم ما يدوش دواء مسكن بدل الفكة بتاعت الباقي. فبدأت أسمعها، لقيتها بتحكي إنها راحت تشتري معجون أسنان، وهي طبيبة طوارئ على حد قولها، وطلبت من الصيدلي الباقي، فداها أو الكاشير فداها حباية مسكن بجنيه بدل الجنيه. وطبعا هي بدأت تحذر الناس من هذا الأمر، وهي محقة تماما في ذلك. وأيضا بدأت تطلب من الصيدليات أنهم يمتنعوا عن ذلك الأمر، وهي أيضا محقة في ذلك. ولكن طبعا هي ما ينفعش تعمم أن كل الصيدليات بيعملوا كده، تمام؟ ده أول خطأ عندها، وأكيد ده خطأ مش مقصود. المهم دخلت أأكد كلامها في تعليق، وأنا بسمعها لقيتها بتقول ما توزعوا بنادول، يعني هي بتحذر الناس من أنهم ياخدوا المسكن اللي هو بيضر الكلى وبيضر مرضى الضغط وبيضر ناس وبيضر الحوامل. وبدأت تقول لا، ما تستبدلوه ببنادول. ما تستبدلوه بإيه؟ ببنادول. ومشهور بين الناس إن البنادول آمن، لكن ما ينفعش كدكتورة تعمل زي الناس وتقول زي الناس. إزاي؟ البنادول آمن بس بجرعات معينة، يعني ما ينفعش مريض الكبد ياخده نهائي، والمريض العادي ما ينفعش ياخد أكتر من 4 حبايات من اللي تركيزه 1000. يعني على فكرة التحذير أصلا من الباراسيتامول برضو، الدوليبران، أي حاجة تحوي باراسيتامول سواء بنادول
دوليبران، ستوبادول، سيتال، أبيمول، كل هذا الأمر، كل هذه الأسماء. فلو احنا تبعناك يا دكتورة بقى وبقينا نوزع للناس بنادول من ده، ايه عرفني انه الشخص اللي انا هديله الباقي ده عنده الكبد ولا ما عندهوش؟ ايه عرفني انه ممكن يكون واخد دوليبران في البيت وانا بديله بنادول ازرق، او العكس، ما انا كده زودت الباراسيتامول عنده. فالافضل يا دكتورة ان حضرتك تقولي ما تدوش باقي خالص، مش انا معاكي في ده، لكن تقولي بنادول. طيب ماشي، ما عارفاش معلومة البنادول، بدأت يا جماعة أكتب لها في التعليق إنه البنادول غلط بيأثر على الكبد، ويا ريت يا جماعة برضو أنتوا تعرفوا ده. لقيتها ما فيش يعني لا ردت إلا بس إيموشن ضحك واستخفاف واحتقار للمعلومة، ومعلومة مؤكدة منشورة في مجلات علمية أمريكية. ما فيش داعي يعني إن أنا أروح أجيبها وأزبل، مش رايح أدور على ختم نسر، يعني كل الأطباء والصيادلة يعرفوا ده. فليه طالما انت نيتك توعي ما جابلاش المعلومه ليه؟ ما انت عايزه الناس تاخد باراسيتامول يعني، يبقى انت كده مش عايزه الناس تحافظ على صحتها، يبقى انت عايزه تضريهم في الكبد بتاعهم. ممكن تتسببي انه مريض كبد ياخد بالباقي بنادول، هيروح في مصيبه. طيب ماشي، غضينا الطرف عن موضوع انك انت مش عارفه معلومه البنادول. طب في حد هو قالها لك بيذكرك بيها، ما سمعاش الكلام ليه؟ ده اللي حصل. فهذه الصفات وهذه التصرفات تظهر حينما تكون النصيحة كاذبة ليس هدفها الإصلاح. تفضلوا شيء معاي، يا ريت تشتركوا يا جماعة، عيب كده يعني، اللي ما اشتركش يشترك. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.